في دولة العصابات ودولة التي يحكمها الكوكايين، منذ 2014 سقطت في المجال العسكري فقط أكثر من 13 طائرة عسكرية. راح ضحية هذا السقوط أكثر من 300 ضحية بين المدنيين والعسكريين. انتشار المهلوسات والمخدرات والمؤثرات العقلية. تخيلوا خوتي أنه داخل في العالم التقني كاين أفراد تقنيين يبريباري لك طيارة وهو مسطول أو هو كالي الكاشيات. هذه حاجة منتشرة كثير في القواعد الجوية العسكرية في الجزائر تحت نظر القيادة وتحت علم القيادة، لأنه حتى القيادة كاين فيهم اللي يتعاطى المخدرات ويتعاطى الكحول، وكلهم يتمشوا بالعقلية نتاع طفي الضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد عبد الله على قناتي على اليوتيوب. إن شاء الله نكونوا ضيوف خفاف عليكم بإذن الله. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نتحدثوا على تجربتي في مجال الطيران، شهادة حية لعسكري عايش وشاف بعض الأحداث. حاولنا باختصار ما نكونوش ثقال عليكم نحكوها. الكثير من زملائي ما يعجبهمش الفيديو لسبب أو لآخر، لكن هذا هو الواقع، وعلى بالهم أنه في قرارات أنفسهم أنه الشيء اللي ذكرته هو حقيقي وهو الواقعي وهو الشيء اللي راه كاين. الشهادة تاعي الأولى غادي نتكلموا في الجانب التقني. في الجانب التقني باش انت تفتح ورشة للميكانيك لإصلاح السيارات، من الأشياء الأساسية اللي لازم تكون عندك هي العتاد، الصوالح اللي تخدم فيهم. لازم لك كومبريسور، لازم لك براس، لازم لك المفاتيح، لازم لك كريك، لازم لك بزاف صوالح. تخيلوا أنه دولة ومؤسسة كبيرة كما الدرك الوطني عندها 3 أسراب في الناحية العسكرية الخامسة. عندهم واحد في سطيف، عندهم واحد في عنابة، واحد في تبسة. تخيلوا أنه في تبسة أو في عنابة باش يبدوا يخدموا في لي طرافو في عملية صيانة تاع مروحية، لازم لهم يتسلفوا العتاد اللي كاين. عتاد واحد برك يدور في الناحية العسكرية الخامسة، يضلوا يتسلفوا فيه على بعضهم بعض. بمعنى آخر عندهم 3 تاع لي زونغار، لكن في العملي في الواقع عندهم اونغار واحد. تخيلوا بلي لي زونغار تاع الدرك الوطني تاع تصليح الطائرات وصيانتها ما عندهمش داخل في لونغار، ما عندهمش اشياء كثيره اساسيه. ما عندهمش مثلا ما عندهمش براس، مثلا ما عندهمش لي كومبريسور، ما عندهمش لي فيرا يتسلفوا فيهم بعض الاحيان يجيبوهم حتى من البليده. ما عندهمش الكثير من الاشياء، وبعض الاحيان يستعينوا بالورشات نتاع السيفيل، يروحوا برا عند لي تورنور ولا يروحوا برا عند لي ميكانيسيا باش يخدموا اشياء تاعهم. وكاين بزاف قضايا صراو على اجل هذا الموضوع اللي رانا نتحدثوا فيه. تخيلوا خاوتي انه افراد الدرك الوطني التقنيين والمخابرين يلايموا الدراهم يكوتيزوا باش يجيبوا العتاد المستهلك، العتاد اللي نستهلكوه، لي ماتيريال كونسومابل. كيفاش؟ مثلا نكوتيزوا باش نعمروا القروع تاع الازوت، لانه الطائرات تستهلك الازوت، وهذو قارورات الازوت يتباعوا في لي زون اندستريال في المناطق الصناعيه. مالا حنا فيما بيناتنا نكوتيزوا نروحوا نشروا القرعه. وطرحنا هذا الموضوع، طرحناه مرارا وتكرارا، طرحناه على القياده، لا سيما لا حياه لمن تنادي، لانه القياده لا هي في اشياء اخرى، لا هي في مواضيع اخرى، اخر همها انك كيفاش انت تسلك روحك. التزويد بقطع الغيار. تخيلوا خوتي انه التزويد بقطع الغيار يكاد يكون منعدم. علاش؟ لانه كاين محسوبيه كبيره وكاينه بيروقراطيه كبيره باش تجيب قطعه تاع غيار. لازم تكتب 1000 جهه باش تجيب قطعه تاع غيار. علاش كاع هذا الشيء؟ لانه ما غاديش تسرق قطعه الغيار تاعك غادي تديها لدارك او شيء من هذا القبيل. لا سيما انه القياده لما شرات 150 مروحيه، شراتهم ايام البحبوحه، ايام اللي كانت الجزائر عندها 1000 مليار. اما الان بعد ما الجزائر دخلت في ضائقه ماليه كبيره، اصبح التزود بالقطع الغيار عبء كبير على وزاره الدفاع الوطني. ما واش ولاو يديروا؟ ولاو يديروا واحد العراقيل بيروقراطيه باش القطعه تاع الغيار ما تجي توصل، يكون فات عليها زمن كبير. هذا مما اضطر انه بعض الاحيان كانوا ينحوا قطعه تاع غيار من مروحيه يديروها في مروحيه اخرى، بمعنى اخر انه قطعه تاع غيار واحده طير 2 مروحيات. نقطه اخرى في الجانب التقني الا وهي وسائل الامن والحمايه. تخيلوا انه هاد الافراد التقنيين باش يصنعوا طائره، باش يريباروا طائره، لازم لهم يخدموا بمواد كيماويه خطيره، حتى انه الكيروزان ماده كيماويه خطيره. تخيلوا باللي انه هاد الافراد يخدموا بصدور عاريه، يخدموا بلا الادوات الوقايه، من بينها القفازات او ليغونات او ليلينات او لي ماسكا غاز او الكمامات كما يقولوا لهم، يخدموا بدون ادوات حمايه. وبعض الاحيان كاين افراد نعرفهم اضطروا باش
يخيطوا الكومبينيزون تاعه او يروح يشري من الشيفون او من البالا يشري كومبينيزون باش يخدم. ناهيك عن الاحذيه اللي فيهم الاخر فيهم الحديد الواقي هذاك ما كانش. بعض الاحيان يروحوا يشروا الوسائل تاع الحمايه من جيوبهم. بطاقه العمل، بطاقه العمل او لا كارت دو طرافاي. باش تريباري طائره او باش تقوم بصيانه طائره لازم لك بطاقه العمل، لانه المحرك تاع الطائره كبير، ولما تروح دير صيانه تاع طائره راك رايح لواحد النقطه تخدمها. باش تخدم هذيك النقطه لازم لك تروح تقرا تراجع الامور اللي يتعلقوا بها. بون حنا خاوتنا مساكين في التقني تاع الطيران اغلبيه تاعهم ما يراجعوا، ما يديروا خطه ما والو، يروح يفتح شغل غادي يفتح ايركات ولا غادي يفتح سياره عاديه. علاش؟ لانه الاشراف ما كانش. علاش الاشراف ما كانش؟ لانه القاده اللي دايرينهم لي شاف تاع لونغار هادو حشمانين بالخدمه اللي يخدموا فيها، لانه اصلا هو كي خرج ما قراش، كي تخرج لقاو ناس واجده تخدم في لونغار، هو حطوه شاف مباشره، ما فاتش على التدرج في الرتب باش وصل انه يكون شاف لونغار، لا، لما تخرج من ستاج ولقى روحه مباشره شاف لونغار. وكي لقى روحه شاف تاع لونغار ما حاولش يزيد يفهم، لانه كاينين ناس هي اللي راهي تريباري في الطائره واجدين مبريباريين، هو واش يدير؟ يشرف عليهم. مالا هو ما قراش، وكي ما قراش مع الوقت ولات عنده هذيك العقده انه هما يعرفوا هو ما يعرفش. مالا واش يدير؟ يستخدم الشاف تاعو باش يحقرهم وفقط. ومعظم الاحيان تلقاه خارج اللونغار، خارج مجال العمل تاعه، يبسنس في السيارات او يتريتي في لي زافير في القهاوي، يخدم كورتي تاع عقار او يخدم كورتي تاع سيارات، ويجي يمارس القياده عليهم بشكل اخر. التكوين المتواصل. التكوين المتواصل هو نقطه اساسيه في عالم التقني. هادو الافراد التقنيين توعنا اللي راهم يشرفون على صيانه الطائرات دائما عندهم يديروا لهم دي اوفرتور دو كلاس باش يعطوهم النقاط الاساسيه اللي راهم يلقاوهم او المشاكل اللي راهم يلقاوهم في المسار المهني نتاعهم. لا سيما الاقسام اللي راهم يفتحوهم احنا عندنا في العالم التقني تاع الاسراب الجويه تاع الدرك الوطني لا تسمن ولا تغني من جوع. علاش؟ لانه ما كانش حاجه جديه، ما كانش الجدي فيها، لا الافراد جديين ولا المدرسين جديين ولا القياده جديه، هما يفتحوها باش يعمروا الارشيف وفقط. لانه الافراد لما يجوا يقروا اصلا عندهم مشاكل جمه، مشاكل اجتماعيه ومشاكل خاصه يديبلاصو. كاين اللي ما عندهش دراهم باش يديبلاصي، كاين اللي يخلي الزوجه نتاعو ويكون كاري ويكون حالته حاله. القياده ثاني على بالها انه هذا الشيء اللي راهي دير فيه مجرد بيع اوهام، غياب الكفاءات. كاين كثير من العسكريين التقنيين اللي هما لا علاقه لهم بالعالم التقني في الطيران، بمعنى اخر ما همش كاليفي. كاين بزاف ناس ما همش كاليفي وما همش تاع ميكانيك او ما همش تاع تكنيك تاع طياره، دخلوا بالمعرفه او توسطوا لهم ناس باش وصلوا تماك، او كاين ناس جات وصلت تماك بالرشوه. وتلقى الناس اللي راهي كاليفي او الناس اللي مؤهله وتخدم صح تلقاهم نفس يعاملوهم بنفس عقليه المعدات، يتسلفوهم، قواعد جويه تتسلفهم. بمعنى اخر تلقى واحد تقني يعيطوا عليه في التليفون من وهران او من عين الصفراء او من اي مكان، يقول له ارسل لي الفلان الفلاني، لانه يعرف لابان الفلانيه. وتلقى الافراد هادو مساكين ندمانين على النهار اللي بداو يخدموا فيه، تلقاه على العام رافد كابتو ويجري بين رقان ويجري بين بشار ويجري بين ورقله ويروح للتيريرين ويروح لوهران ويروح، لانه ذنبه الوحيد شاوله لانه كاليفي. وكاين بزاف ناس عايشه على ظهره. انتشار المهلوسات والمخدرات والمؤثرات العقليه. تخيلوا خاوتي انه داخل في العالم التقني كاين افراد تقنيين يبريباري لك طياره وهو مسطول او هو كالي الكاشيات. هذه حاجه منتشره كثير في القواعد الجويه العسكريه في الجزائر تحت نظر القياده وتحت علم القياده، لانه حتى القياده كاين فيهم اللي يتعاطى المخدرات ويتعاطى الكحول، وكلهم يتمشوا بالعقليه نتاع طفي الضوء ولا اضرب بالنحل. على بالهم وعلى بالهم باللي انه الافراد نتاعهم يتعاطوا المخدرات، ورانا جايين في الموضوع في نقطه اخرى. ثانيا الجانب العملي. في الجانب العملي خاوتي شوفوا معنا هذا السيد، هذا النقيب مصباح منور. هذا النقيب قائد طائره السنه الفارطه 2019 حط بالمروحيه نتاع الدرك الوطني بلا ما يفتح عجلات الهبوط. خطا بشري رهيب تسبب في خسائر ماديه معتبره في المروحيه، ايضا انه تسبب في تهديد سلامه الطاقم اللي كان راكب معه. مصباح منور مازال يزاول مهنه الطيران الى يومنا هذا. كي تجي تفتش على هذا النقيب من وراءه تلقى اخوه هو المسؤول عن مكتب التكوين والتربصات، كما انه هو اللي رسله يدير تربص طيار في بريطانيا.
لما نتحدثوا على مصباح منور او هذا النقيض غادي